بيبدأ الفيلم بظهور أخبار عن السحر الأسود والساحر غريندو اللي هرب من السجن، وبتنزل قرارات عن منع السحر والقبض على أي حد يستخدم السحر في أمريكا. وبنشوف الساحر نيوت وهو راكب السفينة ورايح أمريكا، وبيلاقي شنطته بتفتح لوحدها وبيقفلها بسرعة، وبيكلم دوغال المخلوق السحري وبيقوله يخليه هادي. وبيلاحظ مفتش الجمارك ان الشنطه بتتفتح لوحدها، وبيطلب المفتش انه يفتح الشنطه، والغريب انه مش بيلاقي اي حاجه فيها. وفي نفس الوقت اعضاء مجلس الكونجرس السحري بيشوفوا بيت اتعرض لحادثه من مخلوق سحري، ويوصل جيرفر وده بيكون مساعد مدير الكونجرس، وبيسمع الشاهد وهو بيقول انه شاف هوا كبير وليه عينين وهو اللي هدم البيت. وهنا بيعرف غيرفر ان ده كائن الاوباسكرا، وفجأة بيطلع هوا جامد وبيجري تحت الارض وبيكسر الدنيا. وبنشوف نيوت وهو ماشي وبيشوف زحمه قدام البنك ومؤسسه محاربه السحر بتخطف في الناس، وبيقف يشوف في ايه، لكن بيحاول جاكوب انه يدخل البنك فبيخبطه في شنطته. وبيلاحظ نيوت ان في فلوس بتختفي، وبيعرف ان نفلو المخلوق السحري هارب من شنطته، وبيدخل البنك وراه علشان يمسكه. وبتلاحظ تينا مسؤولة العصابة السحرية اللي بيعمله فبتدخل وراه، وبيقعد جنب جاكوب وبيسيب بيضة سحرية وهو ماشي. وبيجي دور جاكوب علشان يدخل للمدير فبياخد البيضة معاه، وللأسف بيرفض مدير البنك القرض لأن جاكوب ما عندوش أي ضمانات. وبيطلع يلاقي نيوت قدامه وبيناديه علشان ياخد البيضة، فبيروح نيوت سحبه بالعصاية السحرية. وبيلاقي جاكوب نفسه جوه خزنة البنك، وبيشوف نيوت الدهب وهو بيتاكل فبيفتح الخزنة. وهنا بيوصل مدير البنك وبيشوف جاكوب وبيفتكره بيسرق البنك، وبيضرب جرس الإنذار، لكن نيوت بيجمده بالسحر بتاعه. وبيدخل نيوت الخزنة وبيمسك نفل وبيفضي منه الدهب، وبتوصل الشرطة قبل ما يقبضوا عليهم. وبيروح واخد جاكوب وطالع بيه بره البنك، وطبعا بيخاف جاكوب من اللي حصل وبيضرب نيوت وبياخد الشنطة وبيطلع يجري. وبتروح تينا تاخد نيوت بعيد وبتتهمه انه بيستخدم السحر بتاعه في الشارع، وكمان ما مسحش ذاكرة جاكوب اللي شاف السحر. وبتقبض عليه وبتقوله ان السحر ممنوع في امريكا، وبتاخده على مبنى الكونجرس وبتسأله عن سبب مجيئه لامريكا، فبيقول لها انه جاي يشتري مخلوق سحر نادر من محل معين. فبتقوله انهم قفلوا المحل ده من سنة، وبتدخل بيه على مديرة الكونجرس لكن بترفض ان تسمعها. وهنا بتقول لها ان تاخده تعمل له تصريح لاستخدام العصايه السحريه. وبيشوفها غيرفر وبيفتش شنطه نيوت لكن بيلاقي فيها دونات، وبتطلع شنطته اتبدلت مع شنطه جاكوب. وبيكون جاكوب في البيت بيحط شنطته، وفجاه بيلاقيها بتتفتح لوحدها وبيروح يشوف فيها ايه، فبيسمع اصوات من جوه الشنطه وبتتفتح الشنطه وبيطلع منها المخلوقات السحريه. وبيروح واحد منهم يعض جاكوب في رقبته، وطبعا بيطلع نيوت من الكونجرس لان مفيش معاه اي اثبات يثبت انه معاه مخلوقات سحريه. وبتمشي تينا معاه علشان يدوروا على شنطته، وبيشوفوا فراشة طايرة من شنطته، فبيوصلوا لبيت جاكوب وبيلاقوه مهدود. وبيطلع نيوت بسرعة قبل تينا علشان مش عايزة تعرف أي مخلوقات طلعت، وبيروح مصلح البيت وقفل الشنطة قبل ما توصل. وبتسأله تينا كل مخلوقاته موجودة، وبتشوف جاكوب وهو متصاب وبتقوله إنهم لازم ياخدوه معاه يعالجوه. وهنا بنشوف نفلر موجود في البيت، وفي نفس الوقت بيكون الابن الصغير لرجل الأعمال شاو بياخد ماري مؤسسة الجمعية وداخل لباباه، وبيكون شاو قاعد مع ابنه الكبير وبيجهزوا لحفلة ترشيحه. وبتقول ماري إنها شافت حاجات غريبة ومخلوقات سحرية، لكن شاو بيطردها ومش بيصدق اللي قالته. وبتمشي ماري وأولادها لكن بتقع ورقة من كريدنس على الأرض، وبيناديه مرشح الرئاسة وبيكلمه بطريقة وحشة وبيقول إنه غريب الأطوار. وفي نفس الوقت بتكون تينا واخدة نيوت وجاكوب عندها في البيت وبتعرفهم على أختها كويني، وبتكون معجبة بيه وبتعمل له أكل بالسحر وكمان بتقرأ الأفكار. وفي نفس الوقت بيكون غريفرز بيقابل كريدنس في السر وموجودة عندهم في الملجأ، وبيقولوا لو عايز ينضم لمؤسسة السحر فلازم يلاقي البنت دي الأول. وبيدخلوا يناموا وبتدخلهم تينا القهوة، وأول ما بتقفل الباب بيفتح نيوت الشنطة وبيدخل فيها، وبيشاور لجاكوب علشان يدخل وراه. وبيطلعوا في بيت نيوت وبيعمل لجاكوب دواء علشان العضة اللي في رقبته، وبيطلعوا على مكان سحري مليان مخلوقات سحرية وبيهتم بيها. وبيلف نيوت يأكل مخلوقاته وبيحبها جاكوب جدا. وبيسأل سكوت جاكوب على مكان يكون فيه أشجار وبحيرة علشان المخلوقات اللي هربت منه بتحب الأماكن دي، فبيقولوا على الحديقة المركزية. وهنا بيروح نيوت وجاكوب على المدينة علشان يدوروا على المخلوقات، وبيشوف نفر وهو في محل الذهب، وبيدخل نيوت المحل وبيكسر الدنيا. وبيحاول نفر إنه يهرب لكن بيتخبط في الإزاز، وبتوصل الشرطة وبيحاولوا يقبضوا عليهم، لكن بيلاقوا أسد طالع من الجنينة وماشي في الشارع. وبيستغل نيوت الفرصة وبياخد جاكوب وبيهرب. وبتروح تينا وأختها يطمنوا عليهم لكن مش بيلاقوهم في الأوضة. وهنا بنشوف نيوت وهو بيلبس جاكوب خوذة وسترة لحمايته، وبيدخل على وحيد القرن وبيعمل رقص التزاوج. وهنا بتتفتح إزازة ريحة تزاوج على جاكوب وبيجري عليه وحيد القرن، لكن بيقدر نيوت إنه يحط الشنطة قدام جاكوب وبيصطاد وحيد القرن، وبكده بيتبقى مخلوق واحد بس. وبتمشي تينا في الشارع وفجأة الدنيا بتضلم، وبيكون رجل الأعمال شاف حفلة ابنه الانتخابية، وفجأة بيدخل الأوبسكال
وبيشيل المرشح وبيحدفه في الحيطة وبيسيبه يقع على الأرض وبيموت. وهنا بتعمل المديرة اجتماع للصحراء من كل مكان علشان يشوفوا المخلوق اللي قتل المرشح. وفجأة بتدخل تينا في نص الاجتماع وبتقول للمديرة إن نيوت هرب، وبتفتح تينا الشنطة وبيطلع منها نيوت وجاكوب. وبيطلع الصحراء يعرفوا نيوت وبيسألوه على الكائن اللي قتل المرشح الرئاسة، لكن نيوت بيقول لهم إنه ما يعرفش حاجة وإن المخلوقات بتاعته أليفة وإن اللي عمل كده أكيد الأوبسكل. وهنا بتأمر المديرة بحبسهم ومحو ذاكرة جاكوب، وبيسألهم جاكوب عن الأوبسكل، فبيقول لنيوت إنه كان بيحتل جسم طفل أقل من 10 سنين وبيكون عنده قدرة كبيرة على التدمير. وبيدخلوا عند غريفر اللي بيحقق معاهم وبيتهم نيوت باستخدام السحر وتعريض حياة الناس للخطر، وبياخدوهم شرطة السحر علشان ينقذوا الحكم. وفي الوقت ده كويني بتحس باللي حصل لأختها، وهنا بنشوف الشرطة وهي مدخلة تينا ونيوت على أوضة الإعدام، وبتسحب الشرطية ذاكرة تينا وهي طفلة، وبتشوف مامتها بتروح بنفسها عند البحيرة. وفي نفس الوقت بتروح كويني تاخد جاكوب، وبيستغل نيوت الوقت وبيطلع الكائن السحري اللي بيقدر يفتح كل الأقفال، وبيفتح الكلبشات وبينقذ نيوت تينا، وبيطلع معاه وبياخدوا شنطته. وبيقابلوا جاكوب وكويني اللي بتقول لهم يدخلوا الشنطة وبتهربهم. وبيقابل غريفر كريندس وبيلبسه سلسلة فيها زرار، وبيطلب منه يدور عليه أول ما يلاقي البنت. وبيروح على بيت جاكوب. بتعرف تينا من نيوت إن في مخلوق اختفى من شنطته، وبتسأله هيمسكه إزاي، فبيقول لها إنه مش عارف لكن هيدور عليه بطريقته. وبتقوله على واحد اسمه نارلك وبيتاجر في المخلوقات السحرية، وبتاخده مع المحل بتاعه وبيكون المكان مليان جن، وبتقوله إنها هي اللي قبضت على نص الناس اللي هنا. وبيوصل نارلك وبيسأل نيوت على اللي عايزه، فبيقوله إنه عايز معلومات عن دغال المخلوق الخفي، لكن نارلك بيقوله إن الشرطة عارضة مبلغ كبير للقبض عليه، فبيحاول نيوت يديله فلوس وحاجات أثرية، لكن نارلك بيطلب بكيت فاتح الأقفال، وبيضطر نيوت إنه يوافق. وهنا بيقوله على آخر مكان كان فيه دغول، وبيسأله عن غريفر لو يعرف معلومات عنه، فبيقوله نارلك إن المعلومات دي ممكن تقتله. وفجأة بيقول واحد من الجن إن الشرطة جاية، تعرف تينا نبلغ عنه، وبيروح نيوت ضربه واخد بكيت. وهنا بنشوف كريدنس وهو بيدور على حاجة تحت سرير موتسي، وبيلاقي عصاية سحرية، وبتدخل موتسي وبيسألها عن العصاية، فبتقوله إنها لعبة. لكن في اللحظة دي بتوصل ماري وبتفتكر إن العصاية بتاعته، وبتحاول تضربه زي كل مرة، لكن موتسي بتقف قدامها وبتقولها إن العصاية دي بتاعتها. وفجأة بيظهر الكائن أوباسكال وبيقتل ماري وبيهرب. وفي نفس الوقت بيكون نيوت رايح على مكان دغال، وفعلا بيشوفه هناك، وبيطلع بيأكل مخلوق اسمه أوكامي، وبيحاول انه يهرب، لكن بيقدر جاكوب انه يمسك الحشره ويحدفها لتينا علشان تدخله الابريق. وبيدخلوا كلهم الشنطه وبيروحوا على المكان السحري اللي بيحط فيه نيوت المخلوقات بتاعته. وبنشوف غريفر وهو بيروح عند الملجأ، وبيشوف ماري وهي مقتوله، وبيلاقي كريدنس قاعد بيعيط، وبيسأل عن بوتس راحت فين، وبيوديه كريدنس مكان، وبيقول ان ماري اتبنت مودستي من هنا، وانها كان ليها اخوات كتير عايزه ترجع لهم. وهنا بيطلب كريدنس من غريفر انه يعلمه السحر زي ما وعده، لكن غريفر بيرفض وبيقول انه انسان ضعيف، وان هديته ان ماري ماتت وكده كفايه عليه قوي. وبيعرف كريدنس ان غريفر كان بيستغله لغايه ما يوصل للبن، لكن البيت بيتكسر، وهنا بيقف كريدنس وبيطلع ان هو الاوبسكل. وهنا بيحاول غريفر انه يصلح اللي عمله، لكن كريدنس بيطلع يكسر في البلد كلها، وبيشوفوا كل الناس اللي في البلد، وبيروح وراه غريفر وبيحاول يكلمه، لكن كريدنس مش بيسمعه، وبيرفض اللي عملته المديرة اللي بتطلب منه يسلم عصايته السحرية. وهنا بيروح غريفر محارب شرطة السحر، لكن بينسى ان نيوت وتينا موجودين اللي بيساعدوا الشرطة وبيقبضوا عليه، وبيظهر شكله الحقيقي، وبيطلع الساحر غريندلو، وبيرجع جاكوب لنيوت الشنطة. وبتقول المديرة ان المشكلة انهم مش هيعرفوا يمسحوا ذاكرة البلد كلها، لكن نيوت بيقول انهم يقدروا. وبيفتح الشنطة وبيطلع طائر الفرنك اللي بياخد مسحوق النسيان، وبيطير وبينزل المطر على البلد كلها، وبيلف الصحراء في البلد وبيرجعوا كل حاجة مكانها. وبتقول المديرة إنه دلوقتي يقدر يمشي بالشنطة دي من أمريكا، وبتسأله عن جاكوب وبتقول لهم لازم يمسحوا ذاكرته، لكن كويني بتقول إنها ممكن تروح معاه في أي مكان، لكن جاكوب بيطلع يقف تحت المطر وبيفوق هو ناسي كل حاجة. وتاني يوم بيروح جاكوب الشغل وبيخبطوا نيوت وبيبدل شنطته، وبياخد جاكوب الشنطة لكن بيلاقيها تقيلة جدا، وبيفتحها يلاقي فيها جواب من حد، وبيقوله يقدم البيض النادر ده ضمان للبنك. وفي النهاية بنشوف تينا وهي بتوصل نيوت للمركب علشان يرجع لبريطانيا، وبيوعدها انه هيجيب لها نسخة من الكتاب اللي هيألفه. وبيفتح جاكوب المخبز اللي كان بيتمناه، وبيعمل اشكال الحيوانات السحرية وهو مش عارف انه شافها في الحقيقة. وبتدخل كويني عنده في المحل، وبيحس جاكوب انه يعرفها قبل كده. وبكده يكون فيلمنا خلص. اشوفكم في فيلم جديد.